يا سرطان، انت تعبت مش كده؟ بس ده مش تعب شغل، ده تعب قلب. تعب من انك شايل هم الكل ومحدش كلف خاطره يشيل همك. مايو 2026 داخل عليك بكلمتين، كفاية تمثل انك كويس. الباب اللي قفلته على وجعك من سنين مايو جاي يكسره، واللي هيطلع منه يا هيحررك يا هيغرقك. لو قلبك مستحمل كمل الفيديو للنهاية، ولو مش مستحمل اقفل دلوقتي عشان اللي جاي تقيل. هات ودنك وخد الخلاصة. يا سرطان، انت برج مائي، يعني احساسك 10 اضعاف غيرك. مايو 2026 داخل يهز برج السرطان من جذوره. مشاعرك مضروبة والصحاب بيبانوا على حقيقتهم، والحمل اللي شايله تقل بزيادة. وهنا لازم اقف واقول لك حاجة مهمة. انا عارف انك اليومين دول بتسمع ناس كتير بتقولك ان مايو 2026 هو احلى شهر ليك في السنة، وان الدنيا هتبقى وردي وتمام. وانا جاي النهاردة اقولك ايوه، هم عندهم حق، هو فعلا احلى شهر، بس بشرط واحد. مايو يا سرطان هو احلى شهر، بس للي ينظف الجرح الاول. مفيش قصر بيتبني على ردم، ومفيش رزق بيدخل في وعاء مليان كركبة. لو ما نظفتش وجعك القديم وقفلت الباب اللي بيجيب الريح، مش هتعرف تستمتع بالهدايا اللي الكواكب بعتها لك. انا مش ببيع لك وهم، انا بجهزك عشان لما الحلو يجي يلاقيك واقف على رجلك ومستعد تاخده كله. انت حاسس بالوحدة حتى واهلك جنبك، حاسس ان محدش فاهمك، دماغك شغالة مش بتبطل تفكير، ندم على الماضي وخوف من اللي جاي. جسمك بيصرخ. السرطان لما نفسيته بتبوظ القولون بيضرب والنوم بيهرب. مايو بيقولك جسمك بيعيط عشان انت ساكت. الكتمان ده هيطلع في مايو غصب عنك، فوجهه صح عشان تبني بيه بدل ما يحرقك. في الشغل الكل بيحبك بس الكل بيستغلك. طيبتك بتخليك تقول حاضر وانت مخنوق. مايو هيحطك في خيارين، يا تقول لا يا تفضل الممسحة اللي الكل بيعدي عليها. الحل قبل ما تقول حاضر اسأل نفسك، هو ده شغلي ولا شغل غيري؟ لو مش شغلك ابتسم وقول مش هقدر المرة دي. مديرك هيحملك فوق طاقتك وزمايلك هيعملوا عطل. مايو بيقولك المشاكل جاية، فافتحها انت بشروطك بدل ما تنفجر في وشك. اما الفلوس، انت يا سرطان قلبك بيتقطع لما حد يطلب منك حاجة. بتحس انك مسؤول عن جوعه وزعله وديونه، كأنك ابوه وامه، بتدي وتسلف وتشيل وانت اصلا دخلك على القد. واخر الشهر تنام جعان ومزنوق عشان مكسوف تقول لحد لا. مايو بيقولك كفاية تكون ام للدنيا كلها وانت متبهدل. حط اللقمة في بقك الاول، سدد ديونك الاول، نام اطمن الاول، واللي باقي منك اديه اللي شالك يوم ما كنت واقع. اللي بيحبك مش هيجوعك عشان يشبع، واللي يبعد عشان بطلت تشيله كان واخدك كوبري وهو اصلا مش بني ادم. للمرتبطين علاقتك في مايو ازاز مشروخ، انت بتدي 200% ومستنى حتى كلمة شكر ومش لاقيها، وبرضه مكمل وبتقول لنفسك بكرة يحس. اسأل نفسك، انا بحبه ولا بحب فكرة ان اكون بحب؟ لو طلبت اهتمام وما لقيتش يبقى مايو بيصفي لك حياتك. بس لو لقيت اللي يستاهل وحس بيك بعد ما سكت كتير، مايو هيكون شهر العوض اللي هينسيك كل وجعك. للسناجل والمنفصلين قلبك مش فاضي، قلبك مليان خوف. يا سرطان، انت مش موجوع عشان هو مشي، انت موجوع من جلد الذات. اللي باعك مرة هيبيعك 1000 مرة، واللي خلى دمعتك تنزل وهو قادر يمنعها ما يستاهلش ندمك. مايو هيفتح الجرح تاني بصورة أو حلم. ممنوع تبعت عامل ايه، ممنوع تفك البلوك. كرامتك أغلى وقومتك الجاية لنفسك انت وبس. مايو مش ضيف خفيف، مايو داخل يقلب الطاولة. كفاية تكون العيادة النفسية المجانية لأصحابك، يسمعوا منك ويطلعوا خفاف، وانت تروح بيتك شايل وجعهم ووجعك. خد حقك من غير ما تحس بالذنب. حط نفسك رقم 1 لمدة 30 يوم وشوف المعجزات. انت مش نكدي، انت عميق في زمن سطحي. هدوءك ده مش ضعف، ده الهدوء اللي قبل العاصفة. لو الكلام ده لمس جرحك اكتب لي في التعليقات
أنا سرطان وقررت أختار نفسي. واعمل سيف للفيديو عشان لما تضعف ترجع تسمعه وتفتكر أنت مين.